اهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وهنحضر مع بعض اجمل والذ طريقه للرواني، خفيفه وهشه وبتدوب في البق. لو اول مره تشرفيني في القناه، حطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا. الطريقه بتاعتنا النهارده هتكون كلها في الخلاط. هجيب دورق الخلاط وعندي 3 بيضات خارج التلاجة، هحطهم في الخلاط وعليهم كمان كوباية حليب كامل الدسم ونص كوباية زيت هضيفهم عليهم، ورشة فانيليا، وهضيف كمان كوباية وربع سكر، المج العادي بتاع الشاي اللي موجود عندنا في كل بيت. وكمان هاخدهم وهضربهم في الخلاط، وهجيب عندي هحضر عندي في بولة كوباية ونص دقيق وكوباية ونص سميد بسبوسة من عند العطار، سميد بسبوسة عادي بدون اي اضافات، مش اكياس البسبوسة، وعليهم رشة ملح. وهضيف كمان عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة، وهقلبهم عشان كل المقادير تختلط مع بعض، والبيكنج باودر يختلط معاهم كويس جدا، عشان لما احطها في الفرن مفيش جزء يبقى عالي وجزء لا. بعد ما هقلبهم كويس، وخلي بالي كمان يا بنات ان دي بيكون منخول. بعد ما اقلبهم كويس هجيب عندي بولة وهحط فيه الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. الخليط ده بفضل اضرب في الخلاط لحد ما يفتح لونه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هجيب عندي الدقيق بالسميد والبيكنج باودر اللي انا خلطتهم مع بعض، وهنزل بيهم على السوائل اللي موجودة عندي بالمضرب. انا كل اللي هستخدمه مضرب يدوي، هو بس اللي هستخدمه عندي عشان بس ادخل فيه الخليط بتاع الدقيق والسميد مع السوائل اللي عندي. انا مش بضرب خالص، انا مجرد بس بقلبهم بحيث ان هما يدخلوا في المكونات السائلة اللي عندي. بفضل اقلبهم. بس هنا العجينة زي ما هنشوفها انا ضفت كمان عليهم ربع كوباية دقيق عشان اوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه عندكم ده. لازم اوصل للقوام ده، ما بتكونش سايلة نهائي، بتكون بالشكل ده. ارفع المضرب وانزله هلاقيها تنزل معايا بالشكل ده. هجيب عندي صينية مدهونة بالزبدة، وكمان هنزل بيها بالخليط بتاع الرواني بتاعي في الصينية. هنزل بكل الخليط بتاعي. تمام. بعد كده هفرد الخليط بتاعي في الصينية كلها، ويفضل انك انتي ما يكونش يعني مقاس الصينية يكون متناسب مع الخليط بتاعي، بحيث ان ما تبقاش عالية قوي، لان هي لسه كمان في الفرن هتتنفخ وهتعلى معانا. انا ضربتها كده خبطتين على الكاونتر عندي. وياريت تعملوا حركة عصاية شيش طاووق، عشان اللي عندها الفرن بتاعتها بتخلي الكيكة عالية في جزء وجزء لا الطريقة دي هتخليها عندك طالعة مستوية تماما، مفيش جزء اعلى من التاني. هنا هحضر معايا الشربات. هجيب 4 كوبايات سكر وعليهم 4 كوبايات مية، يبقى كل كوباية سكر عليها كوباية مية. الشربات بتاعها وسط، ولا خفيف ولا تقيل. ومعاهم هجيب كمان عصرة ليمونة، بس الليمونة هحطها بعد ما يغلي على النار. هقلبهم بحيث ان انا ادوب السكر شوية، ما يتكتلش في قعر الحلة. وبعد كده بعد ما هدوب السكر فيها هرفعها عندي على النار بحيث ان هي تغلي. بعد ما تغلي هنزل عليها بعصرة الليمونة وكمان فانيليا بعد ما اطفي عليها النار. ادي خلاص خرجت عندي الرواني. زي ما انتم شايفين السطح بتاعها كل واحد، مفيش جزء اعلى من جزء. اللي عنده عيب ارتفاع الكيكة عنده في جزء اعلى من التاني يعمل حركة الشيش طاووق. بعد كده هجيب الشربات سخن، هي بتكون باردة، وبجيب الشربات سخن. الشربات السخن بنزل بيها بعد ما الصينية ما تبرد. تمام. بعد ما الصينية بتبرد تماما بنزل بيها بالشربات وهو سخن بحيث ان هي تشرب. ومحدش يقول لي لا ده الشربات ده كتير، لا بالعكس، الشربات ده مش كتير نهائي نهائي نهائي. الكمية دي 4 كوبايات سكر على 4 كوبايات مية. بصوا هتشربوا معايا كل الكمية هتشربها، ولو احتاجت تاني كمان هننزل بيها. وهسيبها عندي، هغطيها بحاجة او بصينية فوقيها، بحيث ان البخار بتاعها يرد معاها، وهنبص نلاقيها شربت بالشكل اللي احنا شفناه. وهنزل بجوز الهند، بس يكون السطح بتاعها ما يكونش نشف قوي من الشربات بتاعها، يكون فيه لسه فيه جزء، واروح نازله بجوز الهند. بعد كده هقطعها عندي
التقطيع اللي انت عايزة تقطعيها بقى قطع كبيرة قطع صغيرة اللي يريحك. انا هنا قطعت الحروف بتاعتها، وبعد كده هقطع كل الصينية بالمقاس اللي انا عايزاه. انا حددت المقاس اللي انا هقطعه بالشكل ده. شايفين على فكرة هي هنا كانت لسه سخنة، يعني ما بردتش خالص، يعني كانت فعلا سخنة. وهتشوفوا دلوقتي هتطلع معايا بالشكل ده، هتطلع بكل جمال. بص الجمال بتاعها جميلة جدا وشاربة كل الشربات بتاعها. وفعلا يعني هي كانت سخنة، انا ما صبرتش عليها كمان لحد ما تبرد. وفي جزء اهو في الشربات في الصينية. يا رب كده لو يا رب الطريقة لو عجبتكم، واكتبوا لي تعليق حلو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا على قلبكم يا رب لكل اللي جربها، ويا ريت اللي يجربها وتعجبه يكتب لي كومنت حلو زيه ويقول لي ان الطريقة نجحت معاه. ان شاء الله اي حد مبتدئ في المطبخ هيعرف يخرجها بالشكل اللي انا مطلعاه ده وبالخلاط. الطريقة سهلة جدا. يلا مع السلامة، هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي.